السؤال الثاني يعني تكرر اليوم يعني في أكثر من سائل كريم، وأيضا جت رسائل عديدة حول قضية الآن ما أثير اليوم حول قضية يوم عرفة ويوم الجمعة والجلوس في المسجد والدعاء، مشروعيتها، وبعضهم قال بدعة. التفصيل في هذا والتوضيح في هذا الله يحييك، تحرير المسألة. هذا يسميه الفقهاء التعريف يوم عرفة، وهذا قسم منه ممنوع وقسم جائز. القسم الممنوع ما كان يفعل قديما، كان يفعل في بعض الأماكن بأن يلبس الناس إحراماتهم، يلبسون ملابس الإحرام ويدخلون المسجد ويتشبهون بالحجاج، وربما بعضهم يلبي فهذا لا أصل له، هذا العمل عمل غير مشروع. القسم الجائز أن الناس بعد صلاة العصر يوم عرفة يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل ويدعون الله تعالى ويقرؤون القرآن، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا وقت فاضل، هو من عشر ذي الحجة التي هي أعظم الأيام عند الله عز وجل، وأيضا هو من انتظار الصلاة بعد الصلاة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فالبقاء في المسجد عصر يوم عرفة للدعاء وللذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك لا بأس به، هذا أمر طيب ولا بأس به، ولا يقال إنه بدعة. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال لم ينكر قال لا أنكر على من فعله، قال لا أنكر على من فعله ولا أفعله. هذا كان رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكان الإمام أحمد لا ينكر على من يفعل ذلك باعتباره عملا صالحا، إنسان أتى للمسجد يذكر الله عز وجل يدعو الله تعالى لا ينكر عليه. لكن الإمام أحمد يقول إني لا أفعله، يعني خشية أن يفهم أنها سنة مستقلة. هي ليست سنة مستقلة. إذا جلس الإنسان في المسجد بعد العصر سواء كان في يوم عرفة أو في غير يوم عرفة يذكر الله عز وجل ويدعوه ويقرأ القرآن لا بأس بذلك، خاصة إذا وافق هذه الأيام الفاضلة ووافق يوم عرفة ووافق أيضا عصر الجمعة، فيعني اجتمعت في هذا الوقت عدة فضائل. فلذلك أقول إنه لا بأس بالجلوس في المسجد عصر يوم عرفة والتعرض لنفحات الله عز وجل والدعاء والذكر وتلاوة القرآن، كل هذا لا بأس به. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن عمرو بن حريث، يعني هذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به. إنما الذي ينكر ما كان يفعل قديما من أن بعض الناس يلبسون ملابس الإحرام ويدخلون في المسجد وبعضهم يلبي ويتشبهون بالحجاج، هذا هو الذي لا أصل له. أما مجرد الجلوس في المسجد للدعاء وللذكر فلا بأس به. نعم.